ولليوم الثاني على التوالي تواصل قوة من قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي عملياتها في المحافظة لملاحقة فلول داعش. هيئة الحشد ذكرت في بيان أن العملية الأمنية انطلقت من 3 محاور للقضاء على مضافات العدو ومطاردة فلوله استنادا إلى معلومات استخباراتية من قبل استخبارات القاطع في هور الثلاب جنوب غرب خناقين. وأشار البيان إلى أن العملية نفذت بقوات راجلة بغية الوصول إلى جميع المناطق وذلك لوعورة المنطقة. وللحديث عن العمليات الجارية في خناقين ينضم إلينا عبر الهاتف قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي. أهلا بك سيد طالب. العملية متواصلة في خناقين منذ يومين، ماذا تحقق حتى هذه اللحظة؟ اهلا وسهلا بك وبقناه العراقيه الاخباريه وبمشاهدي القناه العراقيه وابناء الشعب العراقي الكرام. اهلا بك. العمليه لدينا فعاليات مستمره، بدانا منذ يوم امس بعمليات فعاليات قتاليه على مطارده فلول العدو في جبل حمرين. نعم. في المنطقه المحصوره بين قرصبه ناحية العظيم وبالتحديد غرب بحيرة حمرين. تم مسح هذه المنطقة وتفتيشها بشكل كامل وحرق مضافات العدو وتأكد من خلو المنطقة من العدو. طيب. اليوم بدأنا بعملية في الساعة 8 من يوم 26 تشرين الثاني، بتنفيذ عملية نوعية في حوض الثلاب جنوب غرب خانقين، تحديدا شرق وغرب عارضة بقشة تعبوية استنادا لمعلومات استخباراتيه. وهاي العمليه شاركت بها آلية الحشد الشعبي 3 ألوية والقوى الخاصه بقياده قاطع عمليات الحشد الشعبي. طيب. العمليه لمطارده العدو، الغايه منها هو مطارده العدو وقتله وعدم اعطاء الفرصه للتمركز في اي مكان. الغرض من عنده هو التعرض على قطاعاتنا او التعرض على الاهداف المدنيه. طيب سيد طالب، يعني هل تواجه القطاعات العسكرية المشاركة في العمليات تحديات على مستوى وعورة المنطقة، صعوبة التضاريس أيضا؟ بالطبع نفذت هذه العملية بقطاعات راجلة لوعورة المنطقة الجبلية والوصول إلى أي مكان يتوقع وجود عدو فيه. طبيعي أنه قطاعاتنا نفذت واجبها بلياقة بدنية عالية بالرغم من وعورة الأرض. الحشد حقيقة ما يحصى عليه بس مكان معين، لكن قطاعاتنا تمكنت من تفتيش المنطقة بشكل كامل ومسرح العمليات تم تفتيشه وتتبع مسالك العدو. الغرض من هنا من عدم لوضع كمائن ليلية إن شاء الله تعالى. أنا أشكرك جزيل الشكر قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي. شكرا.